حط لايك واكتب في الكومنتات انوي ان استقبل الطاقة. خلينا كده نشوف الشخص اللي في حياتك او حبيبك شايفك ازاي. حبيبك شايفك ازاي في الوقت الحالي؟ حبيبك شايفك ازاي؟ حبيبك شايفك ازاي في الوقت الحالي؟ حبيبك شايفك ازاي؟ حبيبك شايفك ان انت يعني شايف ان هو حد خاين ومتعدد العلاقات، رغم ان هو بيكون مشغول مش اكتر. ده لما بيكون صامت او ساكت في العلاقة بيحس ان انت بتشك فيه وبتشكك في مشاعرك، في مشاعره اتجاهك، وان هو مش بيحبك كفاية. انت بتحس كده لما الشخص ده بيكون مشغول. الشخص ده يعني شايفك ما بتديش حبك ولا مشاعرك ولا احساسك غير للشخص اللي عارف قيمتك وبس. يعني اي حد مش عارف قيمتك انت مستحيل يعني تديله مشاعر او تهتم بيه اطلاقا. شايفك بتتجاهل اي حد يعني ما يكونش عارف قيمتك. شايفك كمان ان انت يعني مش بتاع علاقات غير جادة او علاقات عابرة. يعني شايفك ممكن تمشي لو حسسك الاحساس ده. ويعني شايفك برضو تعرف تاخد قرارات حاسمة لو عايز تبعد، لأن الشخص ده ممكن يحاول يحسسك انه علاقته بيك مش مهمة اوي، وان هو ممكن يخونك عادي، وانت وقفت للموضوع ده ورفضت ده تماما ورفضت التلاعب اللي هو كان بيحاول يوصلهولك. انا شايفة الشخص ده مش بيخونك بس يعني بيحاول يحسسك ان هو بيخونك او ان هو مش مهتم بيك كفاية عشان يعني تفضل تجري وراه. انا شايفة يعني الشخص ده شايفك ازاي؟ شايفك ان انت حد وفي جدا، حد مخلص ليه، حد بتصون العشرة. شايفك حد يعني عادل جدا وما جتش عليه في حاجة. شايفك برضو ذكي. شايفك ان هو مش عاجبك في الوقت الحالي. يعني شايفك ان انت مش عاجبه اوضاعك، اوضاعه هو في الوقت الحالي. شايفك برضو حد يعني نقي مليان براءة، حد طيب جدا، حد هادي، حد روحاني ممكن. شايفك برضو بطلت تحبه زي الأول، يعني فقدت الشغف اتجاهه. شايفك برضو ممكن بتبحث عن فرصة عمل أو بتدور على شغل. شايفك بتفكر في كذا حاجة أو بقيت مشغول في الوقت الحالي. ممكن تتوقفت عن مراقبته وبدأت تنشغل في حالك، فملاحظ اختفائك تماما وسحب طاقتك منه نهائيا. عموما لو انتم منفصلين ففي قاعدة للصلح ممكن 11/9 بإذن الله.